طريق للنجاح مش سهل، وعشان توصل للنجاح لازم تفشل كتير وتجرب حاجات كتير. والنهارده انا جاي اقول لك 10 اسباب للفشل علشان تتجنبها. في البدايه احب اعرفك على قناه اللمبه، واللي هدفها ان هي تنور عقلك وطريقك للنجاح وتساعدك ان انت تحقق احلامك. فلو عجبتك فكره القناه اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا. اول نقطه معانا وهي قله الثقه بالنفس. ومش هخبي عليك يا صديقي ان الموضوع ده اهم حاجه في الفيديو كله، اللي بالنسبه لي مهم ان انت تسمعه حتى لو مش ناوي تكمل الفيديو، مع ان الفيديو مهم وانا عايز مصلحتك فيه. فنفسك يا صديقي هي اللي بتتحكم فيك اكتر حتى من الشيطان، هي اللي بتخليك من جواك ان انت تستسلم وتبعد عن حلمك وتبدا ان انت تفشل، بان هي بتدخل كلام جواك زي ان انت مش هتقدر، انا مش قادر، انا خايف، انا هعمل ايه، اللي قدامي مش مساعدني. كل الكلام ده نفسك بتضحك عليك بيه. وزي ما اتذكر في القرآن في 3 انواع للنفس: النفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس المطمئنة. فنفسك عايزة تجرك دايما للفشل، وعايزة تجرك دايما ان انت ما تحققش حاجة، وبعد ما هتخليك تقول من جواك ان انت ضعيف وان انت مش هتقدر واي حاجة من الحاجات دي، هتخليك تلوم نفسك وتلوم الظروف وتلوم كل حاجة حواليك، وتبدأ بقى برحلة جلد الذات. الحل يا صديقي للتغلب على النفس الأمارة بالسوء هو ان اي حاجة نفسك تقولك عليها اعمل عكسها، ودخل جواك دايما كلام زي انا قوي، انا اقدر، انا هحاول، انا هقدر اعمل كذا. وصدقني ان كل ده هيأثر عليك في المستقبل، وصدقني لو اتغلبت على نفسك مفيش حاجة تانية هتقدر توقفك عن تحقيق حلمك. وعشان ما اطولش عليك في النقطة دي فانا هختم بيها الجزئية دي، وبإذن الله هعمل حلقة مفصلة عن انواع النفس ال3 وازاي ان انت تقدر تتعامل معاهم. فلو حابب ان احنا نعمل فكرة الفيديو دي اشترك في القناة وقول لي في كومنت ان انت عايزنا نعملها. تاني سبب معانا هو ضعف التخطيط، وان انت بتمشي كده شليتي مليتي، مش محتاج ان انت تعمل خطة لنفسك علشان تمشي بيها، وان انت ماشي بنور الله ماشي، بس ربنا نفسه قالك اعقلها وتوكل. فانت بتبدأ تمسك اهم حاجة انت عايز تحققها في حياتك وتبدأ تقسمها لمهام صغيرة تقدر تنفذها في وقت قليل، علشان تكون قادر تنفذها وما بتاخدش معاك وقت، فتخليك ان انت تعملها ما تكسلش عنها، وعشان تحس بالانجاز. واختم النقطة دي بمقولة بنجامين فرانكلين لما قال فشلك للتخطيط هو تخطيط للفشل. تالت نقطة معانا هو انك عايز حاجات كتير ومش عايز تصبر. نفسي اتعلم لغة ومونتاج وفوتوشوب، وابدأ ان انا اعمل فيديوهات، وابدأ ان انا اسافر بره، وابدأ ان انا مش عارف ايه. كل ده انت عايز تعمله، بس ده ما ينفعش يتعمل كله في وقت واحد. من اكبر الغلطات اللي انا عملتها في حياتي ان انا فكرت بالعقلية دي، وكنت ببدأ في ده شوية وابدأ في ده شوية وابدأ في ده شوية، وفي الاخر النتيجة كانت صفر. ما حققتش ولا حاجة في اي حاجة، لاني كنت عايز اعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت وما كنتش بصبر على النتائج. شايف ان في ناس نجحت بسرعة، فانا كنت كمان عايز انجح زيهم بسرعة. بس لما غيرت العقلية دي بدأت ان انا فعلا انجز حاجات اكتر، وبقيت احس بالانجاز اللي انا بعمله. رابع حاجة معانا وهي الاستسلام بسهولة وعدم الصبر. كان عندي قناة يوتيوب وكنت بعمل عليها فيديوهات كورة زمان، ويمكن لو حد من صحابي موجود بيتفرج عليا يقدر يقول لكم حاجة زي كده، لان انا كنت فعلا عاشق للكوره. يعني الكلام ده يمكن من 3-4 سنين. بس المشكله ان انا ما صبرتش على المحتوى اللي انا بقدمه، ما صبرتش على الحاجه اللي انا بعملها دي، وبدات ان انا امشي ورا كلام الناس اللي هو سيبك من الموضوع ده، خليك ورا الهلس، هو اللي بينفع وهو اللي بيخليك تنجح بسرعه. ولما حتى عملت ده ما عرفتش انجح فيه، لان انا مش شخصيتي اللي هو شخص مرح او اللي هو شخص الكوميدي اللي يقدر يضحك الناس. فاحبطت بسرعه وفشلت وبدات ان انا ابطل. وصدقني ان انا فرحان دلوقتي ان انا عملت المحتوى ده وان انا بساعد الناس. فما تستسلمش عن حلمك ابدا، وابدأ ان انت اعمل اللي انت عايزه وما تحاولش ان انت تستسلم ابدا. خلي عندك صبر وايمان في ربنا. خامس حاجة معانا النهاردة وهي الخوف من الفشل. كلنا بنخاف نسيب الشغل بتاعنا ونروح شغل جديد عشان ممكن يكون مش زي الشغل اللي احنا كنا شغالين فيه وما نرتاحش فيه. وللأمانة أنا كنت واحد من الناس دول، بس ده بيخليك ان انت مشلول، ما بتتحركش، ما بتعملش اي حاجة. بس لازم ان انت تقع وتقوم وتفشل وتحاول وتجرب وتفضل مرة واثنين وثلاثة تحاول. وزي ما قال توماس اديسون: لم افشل ولكني وجدت 1000 طريقة لا تعمل. وطبعا بعد اصراره ده كلنا عارفين توماس اديسون مين. فخلي بالك، خوفك من الفشل ده بيخليك تجهز نفسك للفشل من قبل ما تبدأ اصلا. سادس حاجة معانا النهاردة وهي عدم التعلم من اخطاء الماضي، واننا ماشيين بمبدأ دعونا ننسى اخطاء الماضي ونرتكب اخطاء جديدة. اكبر نصيحة انا اقدمها لك في النقطة دي هو ان انت دايما خلي معاك ورقة وقلم. اول ما تفشل في حاجة او تغلط في حاجة سجلها، وشوف ايه اسباب الفشل ده وايه اسباب الغلط بتاعك، علشان تتعلم من غلطك وما تكرروش تاني. لانك لو فضلت
تعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة وما غيرتش الفشل بتاعك اللي انت فشلته اول مرة، فالنتيجة هتكون واحدة يا صديقي. طالما ما غيرتش المعطيات فالنتائج مش هتتغير. سابع حاجة معانا وهي تضييع الوقت. كلنا عارفين ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. انت اصلا بتشتغل عند الناس عشان الوقت، طبعا ده بجانب المجهود، ولكن انت قاعد في مكان 10 ساعات علشان في اخر الشهر بتاخد مرتب عليه، في شغل بتقوم بيه علشان تاخد المرتب ده. ما بالك انت بقى بدأت ان انت تطور من نفسك وتحسن من نفسك، ده هيخليك ان انت مكانتك تعلى وبالتالي فلوسك هتعلى، عشان زي ما قلت لك وقتك ومجهودك هم فلوسك. فنصيحتي ليك ان انت حاول تستغل وقتك احسن استغلال. تامن حاجة معانا وهي التسويف والتأجيل، وهي جزء من تضييع الوقت على فكرة. وخلي بالك نفسك بتتفنن في انها تخليك تضيع الوقت. النهارده في ماتش مش عارف مين مهم نتفرج عليه، طب بكره انت وراك المشوار الفلاني، طب انزل اقعد مع اصحابك فك عن نفسك شويه، طب مش عارف ايه، طب والله هخلص الجيم ده واقوم. هي نفس الطريقه دي. وعايز اقول لك ان انا بسبب الموضوع ده وصل معايا في مره ان انا كان عليا امتحان كمان كام ساعه ومش راضي امسك المذكره، بحاول اضيع الكام ساعه دول، اقول طب هخلص الفيديو ده واقوم امسك المذكره اقراها، حتى ان انا اقراها قبل الامتحان. فما تخليش نفسك تتحكم فيك وتخليك تضيع في الوقت بتاعك وان انت تأجل كل اللي وراك. لازم تبقى مسؤول وتبدأ ان انت تحط حد للموضوع ده وتقدر ان انت تتحكم في نفسك. تاسع حاجة معانا وهي جلد الذات وتقديم الاعذار. دايما بالليل كده احنا عارفين بعد الساعة 12 تلاقي دايما في حوار بينك وبين نفسك كده وتقعد تجلد فيه نفسك، وانا فاشل، انا مش قادر، انا مش عارف ايه. هو ده اللي بيحصل صح؟ وبعد كده تبدأ نفسك بقى تقولك ما هو مش عارف مين هو السبب في الحاجة الفلانية ومين السبب في الحاجة العلانية، وده كان سبب في ان انت تفشل في دي، وانت المفروض مش عارف عملت ايه. فبلاش تحط حجج واعذار وبلاش جلد الذات اصلا. دايما في اسباب للفشل، دايما في اسباب، فانت المطلوب منك ان انت تكتب في ورقة ايه هي الاسباب دي، لا تقضيها جلد ذات ولا انك ترمي الاعذار على حد. خليك مسؤول وابدأ ان انت شوف ايه الاخطاء اللي انت عملتها في نفسك وصلحها. واخر حاجة معانا وهي ان انت تقول الحظ هو السبب. دايما بتحاول ان انت تعلق شماعة فشلك على حاجة، وان بص ده محظوظ، ده عرف يعمل مش عارف ايه، انا فقر، انا اعمل ايه، ما مش ماشية معايا، مش حظي. بس لو دورت وراه هتشوف اللي ورا الصورة اللي انت شايفها دلوقتي، هتشوف سنين من التعب هو كان بيبني فيه الحاجة اللي هو بيعملها دلوقتي. انت تقدر تكون في المكانة بتاعته دي بعد كام سنة لما تبدأ ان انت تنتظم وتبدأ ان انت تكون شخص منتظم. وصدقني انا عرفت كل الحقائق دي متأخر وكنت بقع في الغلطات دي، علشان كده حبيت اعمل الفيديو ده علشان ما تقعش في نفس الغلطات اللي انا وقعت فيها او غيري وقع فيها. ويا رب اشوفكم كلكم ناجحين وما اشوفش اي حد فيكم فاشل. اتمنى الفيديو يكون كان فيديو خفيف عليك وان انت تكون استفدت منه وقدرت ان انت تتعلم من الاخطاء دي. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو وكومنت كده تقول لنا فيه رأيك. وهتلاقي تحت لينك الانستجرام عندي ولينك الاكونت الفيسبوك واكونت التيك توك ولينك جروب الفيس. شرفنا في الجروب عشان دايما بنعمل فيه حاجات حلوة او هنعمل فيه، لان انا مش مهتم بيه قوي لان الفترة دي عندي فترة امتحانات بس. اتمنى تكونوا استمتعتوا وشكرا جدا ليكم، ويا رب دايما تكونوا بخير. سلام.